السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير يا رب. البداية نذكر الله ونصلي على النبي، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل أكلة، مش أكلة بقى، هنعمل حاجة حلوة أوي. هنعمل رز بلبن زي بتاع المحلات بالظبط. رز بلبن. مكونات الرز بلبن إيه؟ حاجات بسيطة. أول حاجة أول حاجة نص كوباية رز، نص كوباية رز والسكر والفانيليا واللبن والقشطة والنشا والكريم شانتيه. هم دول مكونات الايه؟ المكونات بتاعة الرز بلبن. النص كوباية بنعمل بيها ايه؟ بنجيب فيها 2 كيلو لبن، بس لازم يكون لبن جاموسي. ليه؟ عشان يبقى فيه دسم، ما يكونش ايه بقى جهينة او العلب. لازم يكون لبن جاموسي وايه، ولازم يكون كامل الدسم عشان يبقى طعمه جميل وايه وريحته حلوه. هنقول لكم بقى هنعمل ايه. الاول هنغسل الرز، وبعدين هنحط الرز على النار ونحط ايه، نص كوبايه، نحط كوبايتين ونص ميه، يقعد يغلي لغايه ايه ما يستوي الرز. بعد كده هنسقط اللبن. هنقول لكم على كل حاجه بعنينا. الاول هنروح نغسل الرز ونحطه على النار ونحط كوبايتين ونص ميه نحطها عليه. يلا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اللي احنا حطينا ايه الرز، نص كوبايه رز، وحطينا كوبايتين ونص ميه، يقعد بقى يغلي براحته. واول ما يغلي ويشرب الرز يشرب الميه، هوريكم هنعمل ايه تاني. بصوا بقى اهو، شايفين الرز شرب الميه، وشوفوا عامل ازاي مفلفل ازاي. شايفين الرز مفلفل ازاي. هعمل ايه بقى؟ هقوم حاطط اللبن، هتوكل على الله واحط اللبن. انا حاطط في النص كوبايه في نص كوبايه رز بحط ايه، كوبايتين ونص ميه لغايه ما يشرب، وبحط ايه 2 كيلو لبن. هحط اللبن اهو بقى، نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي احنا اهو حطينا اللبن وبنقلب. لازم نقلب. اقوم عامل ايه بقى؟ اقوم جايب السكر، حاطط السكر اهو، قد ايه، كوبايه سكر ونص، واقعد اقلب. في ناس بتحب الرز بلبن اللي يبقى مسكر، عشان كده بنسكره اكتر. وفي ناس تحب الرز بلبن مش مسكر قوي، عشان كده بحط كوبايه سكر وادوبه وادوقه. لو حلو خلاص كده. عايز سكر بحط له تاني. بصوا بقى، ادي اللبن ابتدى ايه يغلي مع الرز. اللبن ابتدى يغلي مع الرز. اقوم انا عامل ايه، اقوم راجع ورا، تعالوا، واقوم جايب نص كوبايه لبن، احط فيها ايه بقى، معلقتين اهو، ادي معلقه وادي معلقه وشويه صغيرين كده، دول كريم شانتيه، واحط معلقتين نشا اهو. حطيت معلقتين كريم شانتيه وحطيت معلقتين نشا اهو، واقعد اقلب فيهم اهو، اقعد اقلب فيهم تقليب لغايه ما يدوبوا. هم هتلاقيهم دابوا بسرعه، هم هتلاقيهم دابوا بسرعه. حطيت المعلقتين النشا ومعلقتين كريم شانتيه واقعد اقلب اهو، هم دابوا، هم كلهم دابوا. واقوم عامل ايه، هقوم جايب الكوبايه وجايب مصفى زي دي، مصفى اهي، واقوم عامل ايه، تعالوا نتوكل على الله ونحط اهو. بصوا شايفين بقى اللي بيطلع منه اهي، المصفى اهي، شايفين المصفى اهو، والكراكيع اللي جوه اهي، ادي اللي طلع من المصفى. لو كنت حطيت الكوبايه كلها كان يبقى فيه كراكيع كده افضل. واقعد اقلب بقى، وانا بقلب اقوم موطي العين. شايفين القوام بقى عمل ازاي؟ ابتدى اهو. قبل ما يغلي اقوم جايب القشطه وحطها اهي، ادي القشطه بتاعتي جميله اهي،
بصوا اقوم حاطط القشطه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اهو ابتدت تغلي، ابتدت اعمل ايه بقى؟ هقوم احط الفانيليا دلوقتي. ما رضيتش احط الفانيليا من الاول ليه؟ عشان ما تمررش. ندعه فانيليا، ندعه اهي، شايفين؟ ندعه صغيره اهي، واقوم قافل كده عشان الريحه الجميله واحط دول. طبعا في حد بقى يقول لي ايه يا حاج اسماعيل انا ما عنديش قشطه. لا انت عندك قشطه. طب ازاي يا حاج اسماعيل؟ جيب اللبن واغليه، جيب اللبن واغليه، وبعد ما تغليه يبرد حطوه في التلاجة لتاني يوم، لتاني يوم. تاني يوم تطلع اللبن من التلاجة، تاخد القشطه اللي فوق الوش وتحطها في طبق، تقبل قشطه قد كده تحطها على الرز بلبن. عندك قشطه ولا ما عندكش؟ بس دي معلومه بقول لكم عليها. وصلوا على النبي، واوعوا تنسوني تفعيل زر الجرس وتشتركوا في القناه. محبه، مش ضغط عليكم ولا اي حاجه، محبه. واول ما خلاص الرز يغلي اعبيه اوريه لكم. يلا يا جماعه صلي على محمد عليه الصلاه والسلام. بصوا بقى يا جماعه، صلى الله على سيدنا محمد. شايفين بيغلي ازاي؟ اول ما يغلي كده اقلب كده شويه، واقوم ايه اعمل ايه؟ طافي عليه. واول ما اطفي عليه اقوم جايبه ومعبيه. خلاص هعبيه واوريه لكم. خلصنا الرز بلبن والحمد لله. تعالوا شوفوا بقى الرز. ادي الرز بلبن. كمان لما بيقعد هتلاقيه ايه؟ عمل كشكشه كده زي القشطه، بس لما يبرد خلوه كده لغايه ما يبرد. عايز بقى اوريكم حاجه ملحوظه صغيره. ايه هي؟ شايفين الحله؟ بصوا الحله اهي ما لزقتش اهي، شايفين؟ لا لزقت ولا اي حاجه عشان ايدي فيها. خلاص صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، وربنا يسعدنا ويسعد اوقاتنا. واوعوا تنسوني تفعيل زر الجرس وتشتركوا في القناه، وتعالوا كلوا معايا الرز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.